السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله. عندي تعليق بخصوص المقلب اللي صار بالأخ اليمني ابن تامة والأخ السوداني وباكستاني معه. أولا المقلب سخيف جدا جدا جدا، ويعتبر تشويه لا مقلب. المفروض ما نسميه مقلب، هذا تشويه وتشهير، لأن المقالب عمرها ما صارت مقلب إغراء النساء، ما صارت المقالب كذا. ومن وجهة نظري انه شاب تركب معه حرمة او تدعي انها حرمة وتهي تتكلم معه، وكم عمرك وكم جوالك وورني عضلاتك ورني عيونك، شوفني، ايش تتوقع يعني ردة فعل ايش بيكون؟ يقول له اني اخاف الله رب العالمين الا من رحم الله. نكون واقعيين، يعني انسان شاب يعني بتغريه، يعني زي الاسد. اسد جيب له غزاله وحطه في غرفه، اسد جيب له غزاله وحطه في غرفه، تقول له اذا ما اكل الغزاله فهذا شريف. هذا كلام فاضي. فانا ما ابرر له، اللي فعله خطا والمفروض انه ما يصير، لكن من نظره يعني عقلانيه شويه. البنت من تكلمت معه ومن اغرته، وهو في الاخير ليس بنت، هو مقلب، تمام. ولكن اشوف انا ردة فعله قد يقع فيها اي احد منا، يحصل له نفس الموقف، تمام. فاللوم، كل اللوم على صاحب القناة، لان هذه ما تكون مقلب. الرجال وراه اسرة، وراه حرمة، وراه قبيلة، وراه اولاد، وراه ناس ما ترحم الناس. هذه الايام يعني تفرح بالنثرة. فلذلك وقاعد ترند في اغلب مواقع التواصل الاجتماعي. فاحنا الان اللي نتكلم عنه انه صاحب القناة يجب ان يعاقب، اللي هي صاحب القناة في اليوتيوب. هو افضل طريقة انكم تدخلون على قناته، تمام، وكل واحد يسوي الغاء اشتراك اللي مشترك فيها وابلاغ، لان هذه الاشياء السخيفة ما نشتيها تصير مقالب. يا اخي هذه يوم من الايام بيسوي فيك مقلب ونشروه وقالوا لك، وطلعت في نظر الناس انك خروف وانك صايع وانك مايع وانك ابن سوق وانك طرطور، عشان مقلب وعشان مقطع فيديو وانزله واطلع رايج في اليوتيوب واحصل ارباح واحصل مشتركين. فعمر المقالب ما كانت كذا، وشرف الناس غالي في كل شيء. ومع الاسف اذا وافقوا اليمني والسوداني على النشر فهذه كارثة. ولكن حسب ما وصل لي ان السوداني مستاء جدا ورافض النشر، واليمني مستاء جدا ورافض النشر، وهذا الكارثة. انها فوق ذلك بدك تسوي معهم مقلب وهم رافضين انك تنشر، وتقوم تنشره، تقول لهم اوكي انا ما راح انشر ويروح، ثم يوم ثاني تنزلها في القناة. هذا يسمى تشهير، يسمى ابتزاز، ويسمى تشويه سمعة، وليس مقلب. فأتمنى لا تكثروا في الرجال خروف وما خروف وطرطور وصايع كلام فاضي وأشياء ما لها داعي. وفي نفس الوقت واحد يعني قد يكون عبرة، أنت يعني أضرب حسابك لأشياء ثانية، ولا تصدق أحد. خليك حذر من كل شيء.